ارتقى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ب4 مراكز في تصنيف الفيفا للمنتخبات، حيث أصبح الخضر يحتلون الصف 37 عالمياً في الترتيب الجديد الذي أعلن عنه اليوم الخميس الاتحاد الدولي فيفا عبر موقعه الرسمي. وتقدم المنتخب الجزائري ب4 مراكز مقارنة بالترتيب السابق الصادر في 19 من سبتمبر الماضي، حيث كان يحتل المركز 41. وتعود هذه القفزة النوعية للمنتخب الجزائري إلى النتائج الجيدة التي حققتها كتيبة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025، حيث حسمت تأشيرة التأهل إلى العرس الإفريقي قبل الأوان بعد الفوز على منتخب طوغو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات على التوالي بعنابة ب5-1 وهدف نظيف بلومي. وعلى الصعيد الإفريقي تقدم المنتخب الوطني الجزائري بمركزين وبات يحتل المرتبة الخامسة، متقدما على كوديفوار الصف 40 عالميا، وتونس الذي تدحرج إلى الصف 47 عالميا، والمنتخب الكاميروني الذي تقدم ب4 مراكز هو الآخر ليتواجد في المرتبة 49 عالميا والثامنة إفريقيا. ولم يطرأ أي تغيير على مستوى مقدمة الترتيب، حيث بقي المنتخب الأرجنتيني بطل العالم متصدرا متبوعا بمنتخبات فرنسا وإسبانيا بطلة أوروبا وإنجلترا والبرازيل وبلجيكا، فيما صعد المنتخب البرتغالي مرتبة واحدة ليصبح في المركز السابع على حساب المنتخب الهولندي الذي تراجع للمرتبة الثامنة، كما افتك المنتخب الإيطالي المركز التاسع من المنتخب الكولومبي الذي حل عاشرا. هذا ويصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ترتيبه القادم للمنتخبات خلال شهر نوفمبر القادم.